السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة تالتة إعدادي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى إن شاء الله هنشرح الجغرافيا. الحصة اللي فاتت شرحنا التاريخ ولقيت فيه إقبال شوية، يا مس عايزين جغرافيا عايزين جغرافيا. قلت أنا مش هزعل الطلبة وهعمل لهم الجغرافيا اللي هم عاوزينها. طيب تعالوا بقى نسمي الله كده ونبدأ ونحضر الورقة والقلم بتوعنا، تمام؟ وركزوا معايا في الجغرافيا واكتبوا ورايا النقط المهمة دي، هي تبان بسيطة بس هي الطلبة بتتلخبط فيها، تمام؟ طيب يلا بقى نقول بسم الله ونستعد كده للفيديو. لو وراك حاجه خلصها وتعالى ويلا بينا نبدا. اول معلومه عندي بتقولي ان الزراعه الموجوده عندي في العالم بتنقسم لنوعين. انا عندي كام نوع من انواع الزراعه؟ 2. عندي حاجه اسمها زراعه بدائيه وبسميها بسيطه، وعندي نوع اسمه زراعه متقدمه. حلو كده، يبقى انا عندي كام نوع من انواع الزراعه؟ 2. حاجه اسمها زراعه بدائيه وحاجه اسمها زراعه متقدمه. الزراعه البدائيه دي بسميها بسيطه، بدائيه بسيطه، بدائيه بسيطه، ب وب، بدائيه بسيطه. طيب الزراعه المتقدمه دي بقى لها نوعين. ليها كام نوع؟ 2. قال لي في نوع منها اسمها زراعه كثيفه وزراعه تجاريه وعلميه. يبقى تاني، الزراعه البدائيه دي او انواع الزراعه 2. قال لي بدائيه بسيطه، ده نوع اسمها بدائيه بسيطه. النوع الثاني اسمها زراعه متقدمه. النوع الثاني اسمه زراعه ايه؟ متقدمه. الزراعه المتقدمه دي بقى منها 2، منها حاجه اسمها الزراعه الكثيفه والزراعه التجاريه والعلميه. الزراعه الكثيفه والزراعه التجاريه والعلميه. طيب قال لي بعد كده بيعتبر الغذاء الرئيسي لمعظم شعوب العالم وبيصنع منه الخبز هو القمح. عارفين العيش؟ عارفين المكرونه؟ عارفين الرقاق والفطير والمخبوزات كلها والبيتزات والكريبات وكل ده قمح. ليه؟ لان القمح ده بنعمل منه الدقيق، فبناخد الدقيق ده بقى نعمل منه مكرونات ومعجنات وقرص وكحك وبسكوت والكلام ده كله. فاذا قال لي القمح ده بقى هو الغذاء الرئيسي لمعظم شعوب العالم وبيصنع منه الايه؟ الخبز. طيب بعد كده بيقول لي بيستخدم معظم انتاج الذره الشاميه في امريكا الشماليه، شين وشين، ذره شاميه امريكا شماليه، ذره شاميه امريكا شماليه. قال لي كعلف للحيوان وبيصدر جزء منه للخارج. قال لي في قاره اسمها قاره امريكا الشماليه. القاره دي فيها دوله اسمها ايه؟ الولايات المتحده الامريكيه. او قاره امريكا الشماليه كلها قال لي بتنتج لي حاجه اسمها ذره شاميه، محصول اسمه ايه؟ ذره شاميه، ذره اسمها ذره شاميه. طيب المحصول ده ماله؟ قال لي بتستخدمه كعلف للحيوان، يعني هو هناك علف اكل للحيوان مش الانسان. يبقى دلوقتي ما يقول لي امريكا الشماليه، الحيوان اللي هناك بيتربى على ايه؟ نوع من الاعلاف، تمام؟ العلف ده اللي بياكله اسمه ايه؟ الذره الايه؟ الشاميه، الذره الايه؟ الشاميه. طب الجزء اللي بيفيد قال لي بيصدروه للخارج. الجزء اللي بيفيد بيعملوا منه ايه؟ بيصدروه لخارج الايه؟ القاره او لخارج الدوله. طيب بعد كده قال لي اولى دول قاره افريقيا في انتاج البنجر مصر. طب دلوقتي بتعتبر مصر اولى دول افريقيا انتاجا للبنجر. يبقى دلوقتي لما اقول مصر بتقع في قاره، مصر دوله عربيه بتقع في قاره، في ناس مش عارفه، انا عارفه ان في ناس مش عارفه، وعارفه ان في ناس قاعده ما تعرفش يعني ايه افريقيا، وعارفه ان في ناس قاعده مش عارفه يعني ايه دول عربيه او مين هم الدول العربيه. طب دلوقتي مصر بتقع في قاره افريقيا، فمصر اولى دول افريقيا انتاجا لمين؟ للبنجر، تمام؟ طيب دلوقتي قال لي اكبر دول العالم انتاجا لقصب السكر، والسكر دوله اسمها البرازيل. يبقى البرازيل دي من اكبر دول العالم انتاجا لقصب السكر وانتاجا للايه؟ للسكر. يبقى دوله البرازيل. دوله البرازيل، البرازيل دي فين؟ قال لي بتقع في قاره امريكا الجنوبيه. قاره امريكا الجنوبيه دي قاره من قارات العالم الجديد. يبقى اما اقول بيعتبر محصول السكر او بيتم انتاجه في قاره من قارات العالم الجديد اللي هي قاره مين؟ امريكا الجنوبيه، امريكا الجنوبيه، تمام؟ طيب بعد كده بيقول لي من محاصيل الالياف وتتركز زراعته في قاره اسيا. من محاصيل الالياف على طول يبقى مين؟ القطن. القطن من محاصيل الالياف اللي زراعته موجوده في قاره مين؟ اسيا. القطن فين؟ في اسيا، تمام؟ طيب بعد كده قال لي يعد قصب السكر من المحاصيل الاساسيه لانتاج السكر وبيزرع في المناطق المداريه الحاره. قال لي دلوقتي محصول السكر ده مهم جدا، وعشان انتج سكر يا اما بيجي لي من قصب السكر او بنجر السكر. فقال لي هنا دلوقتي محصول السكر عامه، تمام؟ قصب السكر، بتكلم عن قصب السكر بقى. قصب السكر، قصب السكر ده محصول مداري. محصول ايه؟ مداري. يعني ايه محصول مداري؟ يعني بيزرع في المناطق المداريه الحاره، بيبقى محتاج جو حر، تمام؟ ما ينفعش يزرع في المناطق المعتدله. يبقى قال لي قصب السكر ده محاصيل اساسيه لانتاج السكر. يبقى احنا بنجيب السكر منين؟ من قصب السكر. قصب السكر ده بيتزرع فين؟ في المناطق المداريه الحاره، في المناطق المداريه الحاره. طيب بعد كده بقى جه وقال لي عندي يستخرج من عصاره اشجار استوائيه وبنعمل منه اطارات السيارات على طول، يبقى المطاط الطبيعي.
واولى دول العالم انتاجا للمطاط كانت دوله اسمها تايلاند. دوله اسمها ايه؟ تايلاند مطاط تايلاند. فاذا دلوقتي بيقول لي بستخرجه من عصاره اشجار استوائيه. ها، لما يقول لي محصول يتم استخراجه من عصاره اشجار استوائيه يبقى اقول له مين؟ يبقى اقول له عندي الايه؟ المطاط الطبيعي. طب المطاط الطبيعي ده بعمل منه ايه؟ قال لي بستخدمه في صناعه اطارات السيارات والطائرات. اطارات السيارات والايه؟ والطائرات. طيب بعد كده قال لي الموطن الاصلي لمحصول الشاي موجود في شرق اسيا. على طول المكان الاصلي اصلا بتاع الشاي دول شرق اسيا. دول شرق ايه؟ اسيا. احنا عارفين قاره اسيا كبيره جدا، اكبر قارات العالم مساحه. الدول اللي في الشرق بقى اللي عند المحيط الهادي، الدول دي المكان الاصلي لمحصول الايه؟ الشاي. يبقى دلوقتي لما يقول لي الشاي الموطن الاصلي بتاعه دول شرق اسيا، شرق اسيا. طيب بعد كده قال لي يسود الراعي التجاري في دوله الارجنتين بامريكا الجنوبيه. في دوله اسمها الارجنتين في قاره امريكا الجنوبيه اللي كان فيها البرازيل فوق السكر. تمام. فقال لي برضو الارجنتين دي موجوده في قاره امريكا الجنوبيه. مالها يا مس الارجنتين دي؟ قال لي فيها حاجه اسمها راعي تجاري. راعي ايه؟ تجاري. ايه الراعي التجاري ده؟ هقول لكم انا عندي نوعين من الراعي، راعي بدائي وراعي تجاري. راعي بدائي وراعي ايه؟ تجاري. يبقى اذا بيسود الراعي التجاري في دوله الارجنتين بامريكا الجنوبيه. الارجنتين بامريكا الايه؟ الجنوبيه. طيب بعد كده قال لي الراعي التجاري يمارس في مناطق البراري بقاره امريكا الشماليه. قال لي سؤال تاني على الراعي التجاري. الراعي التجاري ده لما اجي ابص عليه هلاقيه بيبقى موجود في اماكن اسمها مناطق البراري. مناطق اسمها الايه؟ البراري. فين المناطق دي؟ في امريكا الشماليه. امريكا الايه؟ الشماليه. يبقى الراعي التجاري بيمارس في مناطق البراري بقاره امريكا الشماليه. طيب بعد كده قال لي بيعتبر المصدر الرئيسي للحوم الحمراء لغالبيه السكان. لحوم حمراء، المصدر الرئيسي للحوم الحمراء الابقار. المصدر الرئيسي للحوم الحمراء لغالبيه سكان العالم الابقار. يبقى اذا هنا دلوقتي بيقول لي الابقار ده المصدر الرئيسي للحوم الحمراء لغالبيه سكان العالم، البقر. طيب قال لي هنتكلم عن دوله الصين. مالها؟ قال لي الصين دي بتعتبر اولى دول العالم انتاجا للحوم، ومعظمها من لحوم الخنازير. تمام. يبقى معظم انتاج الصين من اللحوم بيبقى من لحوم الايه؟ الخنازير. طيب بعد كده قال لي منتج حيواني بتعتبر الهند اولى دول العالم انتاجا له، بعد كده الولايات. في منتج هلاقي ان الهند اولى دول العالم انتاجا ليه، بعد الهند امريكا. يا ترى الهند اولى دول العالم انتاجا لايه؟ بتليها امريكا، الولايات المتحده الامريكيه. قال لي هلاقي منتج الالبان. منتج الايه؟ الالبان. يبقى بالتالي اكتر دوله بتنتج البان في العالم دوله الهند، بعديها على طول دوله امريكا، الولايات المتحده الامريكيه. طيب بعد كده قال لي من اهم الدول المصدره للاسماك الصين، النرويج، تايلاند. قال لي الدول دي بتصدر سمك. بتصدر سمك يعني بتجيب سمك كتير من الانهار اللي عندها والبحيرات والمحيطات والخلجان وكل الكلام ده، وتاخده تشوف اللي هي محتاجه ايه، بعد كده الفائض بتصدره. طب مين الدول اللي بتصدر اسماك؟ قال لي الصين، النرويج، تايلاند. الصين، النرويج، دوله اسمها تايلاند. طيب قال لي من الاحياء البحريه القشريات زي الجمبري، قشريات جمبري، رخويات صبيط، وحيتان دي بنستفيد منها في لحومها وشحومها. تمام. طيب قال لي بعد كده لو جيت بصيت على الدول المصدره للحديد، دول مصدره للحديد هلاقيها دوله مين؟ موريتانيا. على فكره موريتانيا دي دوله عربيه بتقع في الجناح العربي الافريقي. موريتانيا دوله عربيه من الدول العربيه بتقع في الجناح الافريقي. مالها موريتانيا؟ دي دوله بتصدر حديد. الحديد اللي عندها حديد كتير جدا بتروح مطلعاه وبيعاه. طب ليه يا موريتانيا ما بتاخديش الحديد وتصنعي منه وتبيعي؟ قالت لك اصل انا ما عنديش مقومات صناعه الحديد، ما عنديش امكانيات من الاخر، فباخد الحديد بصدره ماده خام، ارجع تاني اشتريه بفلوس كتير، وده معناه ان موريتانيا دوله ضعيفه، دوله ناميه. فاذا دلوقتي من الدول المصدره للحديد دوله موريتانيا، واولى الدول المنتجه دوله الصين. اولى دول العالم انتاجا للحديد الصين، والدول للدول المستورده للحديد بريطانيا واليابان. تاني دوله عندها حديد وبتبيعه ماده خام موريتانيا. طب اولى الدول اللي بتنتج حديد الصين. طب الدول اللي بتستورد حديد بريطانيا واليابان. بريطانيا واليابان. الدول اللي بتستورده بقى اللي هو واحده زي موريتانيا بتبيع، طب مين اللي بتشتري منها؟ بريطانيا واليابان. بريطانيا واليابان بيستوردوا حديد. ليه؟ عشان هم دول متقدمه عندهم صناعه الحديد فيقدروا يستغلوه. بعد كده قال لي يعد البوكسايت الخام الرئيسي لمعدن الالومنيوم. انا هقول لك مثلا ايه البوكسايت ده؟ هقول لك البوكسايت ده الحاجه الاساسيه، الحاجه الرئيسيه اللي بياخدوها علشان يعملوا منها الايه؟ الالومنيوم. تمام. فاذا لما يقول لي الخام الرئيسي لمعدن الالومنيوم هو البوكسايت، اسمه ايه؟ البوكسايت.
بعد كده قال لي يوجد الحديد في جميع قارات العالم، فالمعدن اللي موجود في كل قارات العالم هو معدن الايه؟ الحديد. طيب بعد كده قال لي ان الدول المتقدمه بتستهلك 85% من الانتاج العالمي للمعادن. الدول المتقدمه بتستهلك من المعادن قد ايه؟ قال لي 85%، رغم ان عدد سكانها حوالي خمس سكان العالم بس، وده عشان في عندها صناعات كتير بتدخل فيها المعادن. تاني قال لك دلوقتي هلاقي ان انتاج العالم من المعادن كله رايح للدول المتقدمه. الدول المتقدمه كلها هي اللي بتستهلك المعادن دي، ف 85% من المعادن رايح لصالح مين؟ الدول المتقدمه. ليه؟ مع ان السكان مش كتير. هقول لك لا، عشان هم دول متقدمه فعندهم التكنولوجيا اللي هيقدروا يشغلوا بيها كل المعادن دي، وعندهم الصناعات اللي هيقدروا بيها يشغلوا كل المعادن دي، وعندهم امكانيات كتير، فبالتالي هم بياخدوا كل المعادن لصالحهم مع ان سكانهم مش كتير. تمام؟ عشان هم دول ايه؟ متقدمه. فاذا قلل كثره الصناعات اللي بتدخل في المعادن، هم دول متقدمه فبيعملوا صناعات كتير داخل فيها المعادن دي، لان الصناعه موجوده في الدول الايه؟ المتقدمه. بعد كده قال لي بيدخل في صناعه الاسلاك والادوات الكهربائيه، وتعد شيلي اولى الدول المنتجه ليه. طيب قال لي السلك اللي عندك في البيت، اي سلك جنبك هتاخديه تفتحيه كده من جوه، بس ما تفتحوش طبعا، ده بابا يطلع عينك. هتاخدي السلك تفتحيه تلاقي فيه حاجه لونها اصفر كده، هو ده النحاس. طب النحاس ده مين اولى الدول انتاجا للنحاس في العالم كله؟ قال لي هلاقي دوله اسمها شيلي. شيلي في امريكا الجنوبيه. تمام؟ شيلي في امريكا الجنوبيه. تمام؟ يبقى دلوقتي لما اقول شيلي بتنتج نحاس، شيلي بتنتج نحاس، شيلي بتنتج نحاس، النحاس موجود فين في شيلي؟ شيلي دي فين؟ في امريكا الجنوبيه. امريكا الجنوبيه موجوده فين؟ في جنوب غرب العالم. جنوب غرب العالم. جنوب غرب العالم. قاره موجوده بتنتج لي نحاس. مين القاره دي؟ امريكا الجنوبيه. مين الدوله دي؟ اسمها شيلي. تمام؟ طيب قال لي بعد كده اولى الدول العربيه في توليد الطاقه الكهربائيه من الرياح دوله مصر والمغرب. دول بينتجوا طاقه كهربائيه من الرياح، من محطات الرياح، محطه الزعفرانه، محطه جبل الزيت. دول بينتجوا لي كهرباء، بس الكهرباء بتاعتها جايه من الرياح. جايه منين؟ من الرياح. مصر ومين؟ والمغرب. مصر والمغرب دول دول عربيه بتقع في الجناح العربي الافريقي. طيب بعد كده قال لي يشكل البترول والغاز الطبيعي نحو 55% من الطاقه المستخدمه في العالم. دلوقتي لو جيت على البترول والغاز الطبيعي، الاثنين مع بعض 55% من الطاقه المستخدمه في العالم. هي ايه الطاقه دي؟ مس احنا مش عارفين ايه الطاقه دي. هقول لك، هو موبايلك لما بيفصل شحن بتشحنه بايه؟ بالشاحن. تمام؟ طب الشاحن ده محطوط في ايه؟ في كهرباء. طيب السخان عندك لما بتيجي تشغله بتشغله بايه؟ الكهرباء. طيب حياتك كلها الطاقه اللي فيها جايه منين؟ من الكهرباء. تمام؟ فالكهرباء دي طاقه، فالكهرباء دي جايه منين؟ في منها جاي من بترول، منها من رياح، منها من غاز طبيعي، منها، فكل دول اسمهم ايه؟ طاقه، لان احنا ما نقدرش نعيش من غير طاقه. ما نقدرش نعيش من غير طاقه. فاذا قال لي البترول والغاز الطبيعي الاثنين مع بعض 55% من الطاقه الموجوده في العالم. تمام؟ طيب قال لي بعد كده نشوف اهم الدول اسهاما في التجاره الدوليه للبترول والغاز الطبيعي. اكتر دول بتنتج في التجاره الدوليه بتبيع بترول وغاز طبيعي لأم دول الخليج العربي، لان دول الخليج العربي بتعوم على بحيره من البترول. دول الخليج العربي الست دول دول كلهم بترول، كلهم بترول، فكل دول بيدخلوا البترول والغاز الطبيعي في التجاره الايه؟ الدوليه. بعد كده قال لي كان المصدر الاول والرئيسي للطاقه المستخدمه في العالم حتى اوائل القرن العشرين كان الفحم. وده سؤال مهم، لما يقول لك كان مصدر اول، مصدر رئيسي للطاقه، حاجه اساسيه للطاقه مفيش غنى عنها لحد القرن العشرين، كان الفحم. الفحم عماد الثوره الصناعيه في اوروبا. تمام؟ فكان بالنسبه لهم ده هو كل حاجه. يبقى المنتج اللي كان موجود بيديهم طاقه لحد اوائل القرن العشرين الفحم. طيب بعد كده قال لي مصدر من مصادر الطاقه يتميز بنظافته ورخص ثمنه وسهوله نقله وتعدد استخداماته. نظيف، اقل تلوثا للبيئه، سهل ان انا انقله، رخيص الثمن. مين هو؟ الغاز الطبيعي. الغاز الايه؟ الطبيعي اللي عندنا في البيت في البوتاجاز. هو ممكن مثلا لو انت جبت شويه فحم ولعتهم، ولو انت شغلت البوتاجاز عندك، مين اكتر واحد هيلوث الدنيا ويبهدل ايدك ويطلع دخان؟ الفحم طبعا. طب بتاع البوتاجاز مش هيلوث الدنيا قوي، هو بيلوث البيئه بس مش قوي. تمام؟ لان انا مثلا لو النوع البوتاجاز بتاعي مش نظيف وكده هلاقيه بقى بيطلع لون اسود كده وبهدل لي بقى الحلل بتاعتي، صح ولا لا؟ فبرضه هو بيلوث البيئه بس اقل تلويثا للبيئه، وفي نفس الوقت سعره رخيص، في نفس الوقت اقدر ان انا انقله، في نفس الوقت بحصل عليه. فكل ده هو مين؟ مصدر طاقه، هو الغاز الطبيعي. طيب بعد كده قال لي من الدول الناميه التي اقتربت من مستوى الدول المتقدمه في الصناعه.
قال لي في دول ناميه. يعني ايه دول ناميه؟ يعني دول على قدها في الصناعه، لسه ما وصلتش للطريقه بتاعت الدول المتقدمه في الصناعه، يعني دول على قدها. مين بقى الدول اللي على قدها اللي حاولت تثبت نفسها في الصناعه؟ قال لي دولتين موجودين في قاره افريقيا، دوله اسمها جنوب افريقيا في افريقيا ومصر في افريقيا، ودوله اسمها الصين في اسيا. تاني قال لي دول ناميه، دول ناميه اقتربت من المستوى الدول المتقدمه في الصناعه، بدات تقرب شويه، ماشيه على نفس المسافه بتاعت مين، او نفس الطريقه بتاعت مين، بتاعت الدول المتقدمه. قال لي هلاقي دوله اسمها مصر، مصر بتقع شمال شرق قاره افريقيا، شمال شرق قاره افريقيا. قال لي هلاقي دوله زي جنوب افريقيا، جنوب افريقيا دي دوله موجوده في جنوب افريقيا برضو. قال لي هلاقي دوله كمان اللي هي دوله مين، الصين، الصين فين، في اسيا. طيب بعد كده قال لي اقليم صناعي بيبدو في شكل مناطق متباعده. اقليم، انا عندي 4 اقاليم صناعيه وفي واحد منهم خامس، تمام، مناطق صناعيه حديثه. فقال لي ال4 اماكن دول في منهم اقليم، الاقليم ده موجود في مناطق متباعده بعيده عن بعض، مناطق متباعده بعيده عن بعض. مين الاقليم ده؟ قال لي اسمه اقليم روسيا واوكرانيا، اقليم روسيا واوكرانيا، اقليم روسيا واوكرانيا. ماله؟ قال لي اقليم صناعي يبدو في شكل مناطق متباعده، اقليم صناعي يبدو في شكل مناطق متباعده. مين هو؟ اقليم روسيا واوكرانيا، ده اقليم صناعي فيه صناعات. طيب بعد كده قال لي اكبر الاقاليم الصناعيه في العالم الجديد اقليم شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه، ده اكبر الاقاليم الصناعيه في العالم الجديد. يعني ايه عالم جديد؟ يعني حاجه لسه جديده، يعني اقول لك لا، العالم الجديد يعني قارات العالم الجديد. عندي مين هم؟ امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، استراليا، انتاركتيكا. فقال لي بقى لو جيت بصيت على اقليم شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه هلاقيه بيقع في قاره امريكا الشماليه، يعني في شمال غرب العالم، شمال غرب العالم موجود ايه؟ اقليم شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه. ماله الاقليم ده؟ ده اكبر الاقاليم الصناعيه في العالم. يبقى اكبر اقليم مين؟ شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه. طب الاقليم اللي على مناطق متباعده اقليم روسيا اوكرانيا، اقليم ايه؟ روسيا اوكرانيا. طيب بعد كده قال لي هيئه تمثل الوحده الاقتصاديه الاوروبيه ادت الى التكامل في جميع الجوانب الاقتصاديه والصناعيه. الدول دي متكامله مع بعض في الجوانب الاقتصاديه والصناعيه، ودي هيئه اسمها ايه؟ الاتحاد الاوروبي. اسمها ايه؟ الاتحاد الاوروبي. ماله الاتحاد الاوروبي ده؟ قال لي هو هيئه مثلت الوحده الاقتصاديه ما بين دول اوروبا، ما بين دول ايه؟ اوروبا، عاملين مع بعض تكتل اسمه الاتحاد الاوروبي، او عاملين مع بعض هيئه اسمها الاتحاد الاوروبي، يعني بيكملوا بعض وشالوا الحواجز الجمركيه وغير الجمركيه بينهم. تمام؟ طيب بعد كده اهم المصطلحات والمفاهيم. اهم المصطلحات والمفاهيم ندخل عليها. طيب اول حاجه اتكلم عنها ما المقصود بالزراعه الكثيفه. ما المقصود بالزراعه الكثيفه؟ يعني ايه زراعه كثيفه؟ صح معايا يلا. زراعه كثيفه انا بزرع الارض اكتر من مره في السنه عشان احنا كتير ومش عارفين ناكل وعدد سكاننا كتير قوي، فدي اسمها زراعه كثيفه. انا بزرع كتير عشان اكفي السكان اللي عندي، تمام، بزرع كتير عشان اكفي السكان اللي عندي. فاذا قال لي زراعه الارض اكتر من مره في العام الواحد، يعني ممكن ازرعها اكتر من مره في السنه. تمام. طب بزرعها ليه؟ قال لي لاشباع حاجه السكان المحليين اللي جوه بلدي في الغذاء في مناطق او في المناطق كثيفه السكان. اسمها زراعه ايه؟ كثيفه. طب زراعه كثيفه عشان هي في مناطق كثيفه السكان، زراعه كتير عشان هي في مناطق فيها سكان كتير. يبقى اذا زراعه الارض اكتر من مره في العام الواحد بهدف اشباع حاجه السكان المحليين اللي عايشين جوه بلدي من الغذاء. تمام. طيب قال لي بعد كده زراعه بدائيه بسيطه، زراعه بدائيه بسيطه، بدائيه بسيطه، بدائيه بسيطه. مالها بقى؟ قال لي هنا زراعه تقوم على عدد قليل من السكان في مناطق صغيره ومعزوله وبيستخدم فيها ادوات بدائيه. يعني ايه؟ قال لي بتبقى مناطق صغيره ومعزوله ملهاش علاقه بحد، بتبقى مناطق متباعده عن بعضها، تمام، وهنا بيزرعوا علشان ايه؟ ياكلوا بس. دي اسمها زراعه ايه؟ بدائيه بسيطه، ومن اسمها بيستخدموا فيها ادوات بدائيه. يعني بقى ما فيش الات ومعدات وتكنولوجيا لا حاجات بسيطه جدا، الفاس ومش عارف ايه والحاجات الخفيفه دي بتاعه الزراعه. يبقى الزراعه البدائيه البسيطه قال لي زراعه يكون فيها عدد قليل من السكان اللي بيعملوها في مناطق صغيره ومعزوله، مناطق صغيره ومناطق معزوله بيستخدم فيها ادوات بدائيه، بيستخدم فيها ادوات ايه؟ بدائيه. طيب تعالوا نشوف النوع الثالث، الزراعه التجاريه والعلميه، ودي بقى من الزراعه المتقدمه، من الزراعه الايه؟ المتقدمه. على فكره الزراعه الكثيفه والزراعه التجاريه والعلميه دول متقدمه.
طيب الزراعه البدائيه البسيطه دي بدائيه بسيطه من اسمها، يبقى الاثنين دول زراعه ايه؟ متقدمه. طيب الزراعه التجاريه والعلميه بقى، قال لي هنا بقى الزراعه دي بتعرف بنظام الزراعه الواسعه. يعني ايه زراعه واسعه؟ قال لي بتبقى على مساحات واسعه جدا 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 فوق ما تتخيلوا. يعني مش مجرد حاجه اشوفها بعيني، لا ده انا يعني مساحه مش هشوفها بعيني من كتر ما هي كبيره. تمام. فقال لي زراعه بتعرف بنظام الزراعه الواسعه. طب بتهدف الى ايه؟ الانتاج التجاري الضخم. الانتاج التجاري الضخم. يا قلم مالك؟ يا قلم مالك يا قلم؟ الانتاج التجاري الضخم. يبقى دلوقتي اما اقول لك زراعه تجاريه وعلميه، يبقى انا بزرع علشان اصدر بقى وابيع واكسب فلوس. تمام. انا هنا ماليش علاقه بالسكان خالص، اللي كان له علاقه بالسكان الزراعه الكثيفه، سكان كتير فبيزرعوا كتير في اماكن ايه؟ كتيره. طيب الزراعه البدائيه البسيطه بيزرعوا علشان ياكلوا. طب الزراعه التجاريه العلميه قال لي تعرف بنظام الزراعه الواسعه بتهدف الانتاج التجاري الضخم. الهدف منها ان هم يعملوا انتاج تجاري عشان يستخدموه في التجاره، البيع والايه؟ والشراء. طيب بعد كده قال لي الرعي البدائي. عندي نوعين من الرعي، رعي بدائي ورعي تجاري. رعي بدائي ورعي ايه؟ تجاري. عندي كام نوع من انواع الرعي؟ اتنين. الرعي ده مس اقول لك والله الرعي ده يا استاذ ان واحد بياخد شويه حيوانات ويقعد فيهم بالصحراء، ده كده رعي بدائي. معاه شويه حيوانات، تعالوا شويه حيوانات، عايزين نشرب من هنا، عايزين ناكل من حته الارض دي وخلاص، ده كده اسمه رعي ايه؟ بدائي. فاذا قال لي الرعي البدائي ده هو رعي يمارسه سكان المناطق الصحراويه في مساحات واسعه من قارات العالم. يبقى تاني الرعي البدائي ده عباره عن ايه؟ رعي يمارسه سكان المناطق الصحراويه في مساحات واسعه من قارات العالم. بس بيروح مناطق صحراء مع شويه حيوانات وبيربيهم، ده اسمه رعي بدائي. رعي تقليدي، رعي بدائي. طيب النوع الثاني قال لي رعي تجاري. ده هنا بقى احنا اتفقنا اي حاجه فيها تجاري يبقى هنا بقى بيربي الحيوانات دي عشان يبيعها ويكسب فلوس. تمام. فاذا هنا قال لي الرعي التجاري رعي يمارس في مناطق حشائش الاستبس والسافانا في قارات العالم، بيعتمد على الاساليب العلميه. هنا بقى اساليب علميه. تمام. والتخصص في حيوان المرعى، اي راعي الحيوانات دون اختلاط. يعني ايه؟ قال لك دول بقى بيعاملوا الحيوان احسن ما انت بتتعامل. والله العظيم بيعاملوا الحيوان معامله يعني فوق ما تتخيل. ياخدوا بقى الحيوان يشغلوا له كده ميوزك هاديه، ويعملوا له كده مساج معين، وياكلوه اكل معين، ويعاملوه معامله كلها طيبه وحنيه. والله العظيم زي ما بقول لك كده. فيقوم الحيوان ده بقى ينتج لي يعني لحمه بجوده عاليه جدا، والبان بجوده عاليه جدا. يعني بيديني انتاج كتير، اقدر ان انا اعمل منه حاجات كتير قوي، اقدر ان انا ابيع، واقدر ان انا اصدر، واقدر ان انا اعمل صناعات كتير من الحيوان ده. فده بقى اسمه رعي تجاري. ده اسمه رعي ايه؟ تجاري، لانهم بيستخدموا الاساليب العلميه الحديثه. يبقى اذا الرعي التجاري هنا هو رعي يمارس في مناطق حشائش السافانا والاستبس. رعي يمارس في مناطق حشائش الاستبس والايه؟ والسافانا في قارات العالم، وبيعتمد على الاساليب العلميه الحديثه. فيها اساليب علميه حديثه والتخصص. يعني ايه؟ ما بيحطش ابقار مع اغنام مع ماعز مع جاموس، لا 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 لا، مفيش الكلام ده. بيحط كل نوع في مكان خاص بيه، المكان ده خاص بابقار معينه من سلاله معينه، والمكان ده نفس الكلام. تمام. فاذا في تخصص. تمام. يعني راعي الحيوانات دون اختلاط. بعد كده قال لي النشاط التعديني. التعدين يعني ايه تعدين؟ يعني ايه تعدين؟ ما ينفعش تبقى طالب ثالثه اعدادي ومش عارف يعني ايه تعدين. تعدين ده ان انا باجي على قطعه ارض انا عارف ان جواها معادن، فبحفر وبطلع المعدن. ممكن المعدن يبقى موجود بالقرب من سطح الارض، ممكن يبقى على اعماق كبيره جدا من سطح الارض. فاذا النشاط التعديني هو استخراج المعادن ومصادر الطاقه من باطن الارض او بالقرب من سطح الارض. يبقى انا بستخرج معدن او مصدر للطاقه، بستخرج معدن او مصدر للطاقه. فرقوا ما بين معدن ومصدر طاقه. انا عارفه ان انتوا بتتلخبطوا ما بينهم، بتتلخبطي، انا عارفه ان انتوا بتتلخبطي. المعادن ده حاجه زي الايه؟ حديد، نحاس، ذهب، فوسفات، منجنيز، دي معادن. طب مصادر الطاقه فحم، بترول، غاز طبيعي. تاني يبقى مصادر الطاقه فحم، بترول، غاز طبيعي، دول اللي بجيبهم من باطن الارض. طب المعادن قال لي ذهب، حديد، نحاس، فوسفات، كل دول اسمها معادن. فانا بقى بخرج المعدن ده او مصدر الطاقه ده من باطن الارض، من تحت بنحفر كده ونطلع المعدن، او بالقرب من سطح الايه؟ الارض. طيب في حاجه اسمها مصادر طاقه. يعني ايه مصادر طاقه؟ قال لي هي القوه المحركه لحياه الانسان في كل مجالات حياته. القوه اللي بتحرك حياه الانسان في كل مجالات حياته. زي ما قلت لك دلوقتي ما تقدرش تعيش من غير طاقه. انا دلوقتي عشان اقف واسجل لك في اضاءه بكهرباء، في سمارت بورد مفتوحه بكهرباء، في عندي اضاءات كتير والتليفون بيشحن وكاميرا بتتشحن ومايك مش عارف ايه، فكل الحاجات دي منين؟
من الكهرباء. طب لولاها انت كنت هتشوفني؟ لا. طب لولا الموبايل اللي انت شحنه الموبايل اللي انت شحنه وقاعد تسمعني منه، كان زمانك دلوقتي وصلت لحاجه؟ برضو لا. تمام. فكل الحاجات دي مصدر لحياه الانسان، القوه المحركه لحياه الانسان من هي الطاقه. تمام. فاذا قال لي مصادر الطاقه القوه المحركه لحياه الانسان في كل مجالات حياته. طيب قال لي عندي 3 انواع من انواع الكهرباء. عندي كهرباء حراريه، مائيه، نوويه. كهرباء حراريه، مائيه، نوويه. مالهم بقى؟ قال لي الكهرباء الحراريه دي بتنتج من محطات تدار بالفحم والبترول او الغاز الطبيعي. اي كهرباء جايه لي من الفحم، من البترول، من الغاز الطبيعي اسمها كهرباء حراريه. تاني، اي كهرباء جايه لي من الفحم، من البترول، حاجه بتولع، من الغاز الطبيعي، دي ايه؟ دي اسمها كهرباء حراريه. طيب الكهرباء المائيه قال لي بتنتج عن طريق تدفق المياه من الشلالات او السدود زي كهرباء السد العالي. ممكن يبقى مثلا سد. السد، هو فكره السد ده ايه؟ ان الميه بتبقى نازله، تمام، مساقط مائيه، فبتولد بقى حركه التوربينات، بقى العجلات بتدور والكلام ده، فبينتج لي كهرباء. فهنا قال لي الكهرباء اللي جايه لي من الميه اسمها كهرباء ايه؟ مائيه. كهرباء ايه؟ مائيه. تبقى جايه من تدفق الميه من الشلالات والسدود زي كهرباء السد العالي. يبقى الكهرباء اللي جايه لي من السد العالي كهرباء ايه؟ مائيه. الكهرباء اللي جايه لي من الفحم او البترول او الغاز الطبيعي كهرباء ايه؟ حراريه، حراره، دخان. طب الكهرباء النوويه قال دي بتبقى جايه من الطاقه النوويه السليمه او محطات تدار بالطاقه النوويه السليمه. تمام. يبقى بتنتج من محطات بتدور بالطاقه النوويه الايه؟ السليمه. طيب بعد كده قال لي اسئله بما تفسر بقى. الاسئله بتاعت بما تفسر بقى اللي ايه؟ هتصحصحنا شويه كده. احنا كل ده كنا بنقول يا هادي، ها صحصح. طيب دلوقتي بيقول لي ايه بقى؟ عمل الانسان في الماضي بالعديد من الحرف البدائيه. قال لك والله الانسان زمان من وقت ما ربنا خلقه قال لك انا لازم اسعى. هتسعى يعني هتسعى، وما ينفعش حاجه تعملها غير ان انت تسعى، ولا ينفع 10 ولا ينفع 11. لازم تسعى زي ما انت بتسعى دلوقتي. فقال لك دلوقتي عمل الانسان في الماضي بالعديد من الحرف البدائيه. ليه الانسان من اول ما ربنا خلقه بدا يشتغل في حرف بدائيه؟ قال لك والله عشان يوفر احتياجاته الضروريه. زي ايه يا عم؟ قال لك مأكل، ملبس، مشرب. عايز ياكل، عاوز يشرب، عاوز يلبس، هو مش عاوز حاجه تاني. هو دي احتياجات اي بني ادم طبيعي في العالم كله. دي احتياجات اساسيه مفيش غنى عنها. انا مش بقول لك مثلا هيسافر بقى ايه المالديف، وهيسافر مش عارف فين، وهيعبر مش عارف كام بحر. لا، دي حاجات اساسيه كل انسان محتاجها. فاذا دلوقتي ليه الانسان في الماضي بدا ان هو يشتغل؟ لك عشان يوفر احتياجاته الاساسيه من مأكل وملبس وايه ومشرب. طيب قال لك بيعتبر النشاط الزراعي من الانشطه الاقتصاديه الاساسيه في العالم. قال لك ان الزراعه دي من اكتر الانشطه الاقتصاديه الاساسيه اللي مفيش غنى عنها. يلي بتزعل من كلمه يا فلاح وبتقول ده بيقول لي يا فلاح، والتانيه اللي بتشتم زميلتها بتقول لها يلا يا فلاحه، ده انت فلاحه، ده انت فكرك فلاح. انا عاوزه اقول لك ان الفلاح ده جاي من النشاط الزراعي. طب الزراعه دي قال لك احنا من غير الزراعه هنموت. هنموت، مش هنلاقي اكل، هنجوع. الفلاح اللي انت بتتريق عليه ده لو حسبت بس هو معاه فلوس قد ايه تتمنى تبقى نص او ربع او خمس. تمام. فدلوقتي بقى، وبعدين عاوزه اقول لك ان مصر كلها اصلا في البدايه هي فلاحه لان احنا الحرفه الاساسيه اللي اتعملت عليها الحضاره بتاعتنا كانت الزراعه. ما احنا كان عندنا نهر النيل، ونهر النيل ده ساعد على استقرار المصري القديم. فالمصري القديم لما استقر وقعد في بيت بدا يزرع، ولما زرع لما زرع عرف الاستقرار. فبالتالي هنا الاستقرار والزراعه والحاجات دي كلها ساعدت على قيام الحضاره اللي هي بتاعتنا، اللي هي اصلنا. فاحنا اصلنا كلنا فلاحين، فما تزعلش لما حد يقول لك يا فلاح. طيب فدلوقتي قال لي بقى ان النشاط الزراعي ده من الانشطه الاقتصاديه الاساسيه في العالم. ليه؟ قال لك والله مصدر رئيسي لغذاء الانسان. احنا كل اكلنا جاي من الزراعه. حتى العصائر اللي انت بتشربها الجاهزه المعلبه من الزراعه. هي الفاكهه دي جايه منين؟ صانعين برتقال زارعينه، المانجا زارعينها، الكوكتيل زارعينه، التوت، كل ده جاي من الزراعه. قال لي رقم 2 مصدر لتربيه الحيوان. دايما تلاقي جنب الزراعه تربيه حيوان، مصدر للماده الخام، ماده خام زراعيه، حيوانيه، معدنيه. باخد الماده الخام من الزراعه، تمام، وابتدي ادخلها في مصانع. باخد الماده الخام مثلا زي القطن، اخد القطن ادخله مصانع فطلع عندي المنسوجات. تمام. فاذا الزراعه دي بتوفر لي حاجات كتير جدا. يبقى مصدر لغذاء الانسان، تربيه الحيوان، مصدر لتوفير الماده الخام سواء كانت ماده خام زراعيه او حيوانيه او معدنيه. طيب بعد كده قال لي تحتاج الزراعه الكثيفه الى ايدي عامله كثيره. فاكرين الزراعه الكثيفه اللي بيتم فيها زراعه الارض اكتر من مره في العام الواحد؟ قال لي بقى الزراعه الكثيفه دي بيحتاج لناس كتير.
ايدي عامله، بتحتاج لايه؟ ايدي عامله، بتحتاج لايدي عامله ايه؟ وفيره. فاذا قال لي الزراعه الكثيفه هنا بتحتاج لايدي عامله كتيره. ليه؟ لانها تتم من خلال عمليات، بتتم من خلال عمليات، 3 عمليات مهمين جدا بيخلوا محتاجين ناس كتير يشتغلوا. طيب ايه هي ال3 عمليات دي؟ قال لي بذر الحبوب والري وتنقية الحشائش. بذر الحبوب يحط الحبوب على الارض الزراعيه عشان المحصول يطلع، وقال لي الري يروب الميه، وتنقية الحشائش. يبقى لما يقول لي الزراعه الكثيفه بتحتاج ناس كتير ليه؟ ايدي عامله كتيره ليه؟ هقول لانها تتم من خلال عمليات، لانها تتم من خلال عمليات، لانها تتم من خلال عمليات. كم عمليه؟ 3. قال لي بذر الحبوب والري وتنقية الحشائش. بذر الحبوب والري وتنقية الايه؟ الحشائش. بعد كده قال لي ليه بيبقى في صعوبة في استخدام الآلات والماكينات الزراعية في مناطق الزراعة الكثيفة؟ ليه في الزراعة الكثيفة ما ينفعش استخدم آلات وماكينات زراعية؟ تاني قال لي الزراعة الكثيفة دي ان احنا بنزرع الارض اكتر من مرة في العام الواحد، صعب ان انا ادخل فيها آلات ومعدات وآلات وماكينات عامة. ليه بقى؟ قال لي لان الحقول الزراعية بتبقى ضيقة وصغيرة، فبالتالي صعب ان انا احط فيها آلة. يبقى بسبب ضيق وصغر مساحة الحقول الزراعية. تاني بسبب ضيق وصغر مساحة الحقول الزراعية. قطعة الأرض بتبقى المساحة بتاعة الحقل اللي بزرع فيه صغيرة، فبالتالي أنا هقف أنا والعمال ولا هنحط الآلة بتاعتنا؟ فبالتالي إيه؟ ما ينفعش استخدم الآلات والماكينات والإيه؟ الآلات الحديثة. يبقى إذا قال لي ليه في صعوبة في استخدام الآلات والماكينات الزراعية في الزراعة الكثيفة؟ أقول بسبب ضيق وصغر مساحة الحقول الزراعية. وعلى فكرة الطلبة عارفين ازاي نعكس سؤال بما تفسر لما النتائج. ممكن ان انا اعكس سؤال بما تفسر لما النتائج وما النتائج لبما تفسر. علشان كده مهم جدا ان انت لازم تكون فاهم وانت بتذاكر. انا مش عاوزاك تحفظ، لان ممكن السؤال يجي لك بشكل تاني. انت حافظ ان السؤال بيقول بما تفسر صعوبة استخدام الآلات والماكينات الزراعية في مناطق الزراعة. طب لو حور لك السؤال وجابه لك بشكل تاني وقال لك ايه؟ ما النتائج المترتبة على ضيق مساحة الحقول الزراعية؟ ها؟ اما يعني السؤال معناه الحقل مساحته صغيره، فالمساحه الصغيره دي عملت ايه؟ هقول ادت الى صعوبه استخدام الالات والماكينات الزراعيه في الزراعه. صعوبه استخدام الالات والماكينات الزراعيه في الحقول. يبقى اذا لازم تبقى فاهم ان السؤال بما تفسر وما النتائج بيتعكس. بما تفسر ممكن اقلبه ما النتائج، ما النتائج ممكن اقلبه بما تفسر. تمام؟ طيب بعد كده قال لي تتميز الزراعه التجاريه بالتخصص في المحصول الواحد. الزراعه التجاريه دي بتتخصص في المحصول. تمام؟ يعني بتيجي على قطعه ارض كبيره جدا محصول وتلاقيها زرع نوع واحد بس، مش شويه بقى طماطم وشويه مش عارف شاي وشويه قصب سكر، لا. قال لك بتتميز بالتخصص، او بتوجد الزراعه التجاريه في نطاقات محدده. ليه الزراعه التجاريه موجوده في اماكن محدده بس؟ او السؤال بشكل تاني، ليه الزراعه التجاريه بتتميز بالتخصص؟ هقول لانها تهدف الى الانتاج التجاري الضخم. هو ده هدفها في النهايه، هي عاوزه انتاج تجاري ضخم، فمش هتروح على حتت بقى صغننه كده وتزرعها. هي عاوزه انتاج تجاري ضخم، فبالتالي لازم تتخصص في نوع واحد من المحصول. يعني ايه تتخصص؟ يعني تقول مثلا يا اما شاي بس، يا اما بن بس، يا اما مثلا محصول معين هتزرعه هو بس، هو المحصول ده. تمام؟ طيب يبقى بالتالي لانها تهدف الى الانتاج التجاري الضخم. طيب بعد كده قال لي انخفاض التكاليف وقله العماله في الزراعه التجاريه والعلميه. قال لي الزراعه التجاريه والعلميه دي التكاليف بتاعتها اقل ومفيش عمال، في قله في عدد العمال. يعني لو مثلا في الزراعه الكثيفه محتاجين ل 100 عامل، في الزراعه التجاريه والعلميه هيحتاجوا مثلا ل 10 عمال بس او 20 عامل بس. طب ليه بقى ما بتحتاجش العمال؟ قال لا يا باشا بقى، دي ما فيهاش عمال بقى وقرف ووجع ايدين وتعب وبتاع، دي الاله هي اللي بتشتغل، الاله هي اللي بتعمل لي كل حاجه. فقال لي اذا لانها تعتمد على استخدام الالات والميكنه الزراعيه او الماكينات الزراعيه، لانها بتعتمد على استخدام الالات والماكينات الزراعيه او الميكنه الايه؟ الزراعيه. يبقى دلوقتي اما اقول بما تفسر انخفاض التكاليف، ليه التكاليف منخفضه وليه في قله في عدد العمال في الزراعه التجاريه والعلميه؟ هقول لانها بتعتمد على استخدام الالات والميكنه الزراعيه. طيب تعالوا نعكس يلا. ما النتائج المترتبه على استخدام الالات والميكنه الزراعيه في الزراعه الحديثه؟ هقول ادى ذلك الى قله الايه؟ العماله وانخفاض التكاليف، قله عدد العمال وانخفاض التكاليف. تمام؟ لازم نبقى فاهمين مش حافظين عشان نعرف نحل. طيب بعد كده قال لي تعرف الزراعه التجاريه والعلميه بنظام الزراعه الواسعه. قال لي الزراعه التجاريه والعلميه تاني اسمها زراعه واسعه. الزراعه التجاريه والعلميه اسمها زراعه واسعه. ليه؟ انا لسه قايله لانها تتم من خلال ايه؟ مزارع واسعه وباستخدام الات وميكنه زراعيه حديثه. تاني يبقى الزراعه التجاريه والعلميه بتستخدم او بتسمى بنظام الزراعه الواسعه. واسعه ليه؟ عشان بتتم في مزارع واسعه.
واسعه ليه؟ عشان بتتم في مزارع واسعه وبيستخدموا فيها الالات والماكينات الزراعيه. طيب بعد كده قال لي بيزرع قصب السكر في كل قارات العالم ما عدا اوروبا. هنيجي على محصول قصب السكر، القصب اللي احنا عارفينه اللي بنشرب منه العصير القصب، ماله؟ قال لي موجود في كل قارات العالم ما عدا اوروبا. اشمعنى اوروبا؟ قال لك اوروبا دي فوق. فوق ازاي يعني؟ فوق ازاي؟ فوق السلم؟ قال لك لا، فوق في المنطقه الشماليه البارده، قريبه من المناطق البارده، تمام، او معتدله بارده. فالمناطق دي ما ينفعش ازرع فيها سكر، لان السكر ده محتاج جو معين كده مش موجود في القاره دي. السكر ده محتاج جو معين ومناخ معين مش موجود في قاره اوروبا. فاذا قال لي هنا لان قصب السكر بيزرع في المناطق المداريه الحاره، يبقى المناطق اللي بيزرع فيها قصب السكر اسمها مداريه ايه؟ حاره. مداريه ايه؟ حاره. طب اوروبا دي فين؟ قال لك اوروبا في المنطقه المعتدله، والمعتدله البارده في المنطقه الايه؟ المعتدله. تاني، يبقى قال لك ليه قصب السكر موجود في كل القارات ما عدا اوروبا؟ دي ممكن اجاوب عليها بطريقتي. يبقى بالتالي لان قصب السكر يزرع في المناطق المداريه الحاره، لان قصب السكر يزرع في المناطق المداريه الحاره. قصب السكر بيزرع فين؟ في المناطق المداريه الحاره. طب اوروبا دي مداريه حاره؟ لا، اوروبا دي في منطقه معتدله، في المنطقه الايه؟ المعتدله. طيب بعد كده قال لي تركز زراعه البنجر في قاره اوروبا وامريكا الشماليه. البنجر اللي هو بنجر السكر، برضو ده محصول سكري من السكريات، تمام. فاي البنجر ده مش موجود بقى في كل قارات العالم، ده بيتركز قوي في اوروبا وامريكا الشماليه. اوروبا وامريكا الشماليه دول الاثنين دول فوق مع بعض، فاذا العروض بتاعتهم او المناخ بتاعهم قريب من بعض، تمام. فاذا قال لي لتوافر ظروف زراعته من مناخ وتربه ملائمه. المناخ والتربه مناسبين المحصول ده. المناخ بتاع اوروبا والمناخ بتاع امريكا الشماليه مناسبين محصول بنجر السكر. يبقى اذا لو قلت مثلا لسبب توافر ظروف زراعته، صح، بسبب توافر الظروف المناخيه الملائمه لزراعه هذا المحصول، صح، تمام. ان من الاخر ظروف الجو او الاحوال المناخيه مساعده على ان المحصول ده يبقى موجود. يبقى لتوافر ظروف زراعته من مناخ وتربه ملائمه. طيب تعالوا نشوف اهميه محصول القطن في العالم. هو القطن ده مهم؟ قالك طبعا، واكتر يعني الدوله قوي اللي مشهوره بالقطن مصر والسودان، تمام، لان النوع اللي عندهم اسمه نوع طويل التيله، هو اسمه كده القطن طويل التيله، بيبقى ابيض جدا وناصع البياض وناعم وبيبقى غالي، تمام. فايه اهميه القطن بقى؟ قال لك والله انتاج خيوط بتستخدم في صناعه اجود انواع الملابس والمنسوجات. يبقى انا اول حاجه بقى باخد الخيوط بتاعه القطن دي اعمل منها هدوم، اجود انواع الملابس والمنسوجات. قال لي كمان مصدر لاستخراج زيت بذرة القطن، في زيت اسمه بذرة القطن، ده بيطلع منين؟ من محصول القطن. وقال لي صناعة الأعلاف للحيوانات، صناعة الأعلاف للحيوانات. فإذا لما يقول لي أهمية محصول القطن هقول هو إيه؟ هقول بستخدمه في إنتاج خيوط تستخدم في صناعة أجود أنواع الملابس، أجود أنواع الملابس والمنسوجات. كمان بستخدمه في صناعة استخراج زيت بذرة القطن وصناعة الأعلاف. بذرة القطن وصناعة الأعلاف، الأعلاف دي تستخدم لغذاء الحيوان. فإذا في علاقة ما بين غذاء الحيوان أو الثروة الحيوانية ومحصول القطن. إزاي؟ إن محصول القطن بيوفر لي الأعلاف المهمة لغذاء مين؟ الحيوان. طيب بعد كده قال لي شهرة القطن المصري والسوداني. ليه القطن بتاع مصر والسودان مشهور جدا؟ اشمعنى القطن بتاع مصر والسودان؟ قال لك والله عشان هو من نوعه اسمه نوع طويل التيلة، هو اسمه كده لان النوع بتاعه نوع طويل التيله، نوع طويل التيله، تمام. طيب بعد كده قال لي تعتبر الصين اولى دول العالم المنتجه للشاي. ليه دوله الصين دي اولى دول العالم المنتجه للشاي؟ اشمعنى الصين اللي بتنتج شاي؟ قال لك والله الشاي ده، مش انا لسه قايله لك فوق ان مناطق زراعه الشاي شرق اسيا، دول شرق ايه؟ اسيا، والصين دي في شرق ايه؟ اسيا. يبقى اذا المناخ بتاع الصين ملائم للشاي. اي سؤال يقول لك محصول اعرف ان الاجابه واحده. ازاي؟ ما يقول لك مثلا ليه الدوله دي بتزرع المحصول ده؟ ليه الدوله دي بتنتج المعدن ده؟ هتقول والله الدوله دي المناخ بتاعتها او المناخ بتاع الدوله ملائم لزراعه المحصول ده، بس ايا كان هو ايه ايا كان هو ايه المحصول. فلما يقول لك محصول الشاي ليه بيتم زراعته في الصين، هقول لتوافر ظروف الزراعه، لان ظروف الزراعه بتاعت الشاي هي الموجوده في الصين. ظروف زراعه الشاي، المناخ بتاع يعني الشاي موجود في الصين، فبالتالي تعتبر دوله الصين اولى دول العالم انتاجا للايه؟ الشاي. طب ايه هي الظروف بتاعه الشاي بقى؟ الظروف المناخيه بتاعته محتاج مناخ ايه؟ قال لي محتاج تربه خصبه خفيفه،
محتاج مناخ حار، محتاج هواء رطب، محتاج مطر غزير. تاني محتاج ايه؟ محتاج تربه خصبه خفيفه، تربه خصبه خفيفه، محتاج مطر غزير، مطر كتير، محتاج رطوبه او محتاج هواء رطب، تمام، ومحتاج مناخ حار. فكل الظروف المناخيه دي موجوده في دوله الصين، فبالتالي اصبحت دوله الصين اولى الدول المنتجه لمحصول الشاي. طيب بعد كده قال لي قله، السؤال ده مهم جدا، السؤال ده مهم، قله عدد القائمين على حرفه الرعي البدائي في شبه الجزيره العربيه وبلديه الشام ودول وسط اسيا. طيب تعالى بقى نقسم السؤال ده مع بعض لان السؤال ده مهم وموضوع امتحان. طب بيقول لي ايه السؤال ده؟ في الناس اللي بتشتغل في حرفه الراعي مالهم بداوا يقلوا. تاني الناس اللي بتخرج تربي الحيوانات في الصحراء عددهم بدا يقل، بداوا يسيبوا الحيوان، يقول لك يا عم انت هتوجع دماغنا، انا هروح بقى ايه اشتغل في حرف تانية. ليه بقى قل عددهم؟ السؤال ده له سؤالين. قال لي ليه قل عدد السكان في حرفه الرعي في شبه الجزيره العربيه وبلديه الشام، ده سؤال اهو. وليه قل عدد القائمين على حرفه الرعي البدائي في دول وسط اسيا؟ يعني ليه قال له هنا وليه قال له هنا؟ طيب اول حاجه خالص قال لي اولا في شبه الجزيره العربيه وبلديه الشام، شبه الجزيره العربيه تمام اللي هي الحجاز اللي هي السعوديه، وبلديه الشام تمام اللي هي دول الشام. ليه الناس اللي بترعى الاغنام هناك عددهم قل؟ عددهم قال لي بسبب تدفق البترول وتوطين البدو. قال لي ما دام قال لي شبه الجزيره العربيه والسعوديه يبقى في بترول، بدا يبقى في بترول. طب يعني ايه؟ قال لك بقى انت تروح ترعى الاغنام يا عم وانت عندك بترول؟ روح يا عم اشتغل في اي شركه بترول. فقال لك لما تدفق البترول وبدا ينتشر جدا سابوا الايه؟ سابوا الرعي وراحوا يشتغلوا في البترول وبداوا يتوطنوا، يعني يقعدوا في مدن، الدوله بتاعتهم تعمل لهم مدن فيقعدوا فيها، قعدوا في مدن واشتغلوا في البترول، فسابوا حرفه مين؟ الراعي. قال لك بقى خلاص مش عاوزين بقى حر وصحراء، احنا عاوزين نشتغل في اماكن محترمه. فدلوقتي السؤال لما يقول لك بما تفسر قل عدد القائمين على حرفه الرعي في دول شبه الجزيره العربيه وبلديه الشام، هقول بسبب توطين البدو لتدفق البترول، او تدفق البترول وتوطين البدو. طيب ليه بقى قال له في دول وسط اسيا؟ ده سؤال تاني. يعني لو جه قال لك قله عدد القائمين على حرفه الرعي البدائي في وسط قاره اسيا، قال لك لا، هناك بقى انتشر التعليم، فالناس بدات تبقى متعلمه، ناس كتير، فقال لك يعني انا اتعلم ويطلع عيني واذاكر وابقى متفوق واخلص واروح اربي الحيوانات؟ لا يا عم انا عاوز شغلانه كويسه كده تليق بيا، تمام. فبدا يتجه شويه للعمل بالايه بقى؟ بالزراعه والصناعه والتجاره لانه متعلم، تمام. انما حرفه الراعي مش شرط ان انت تبقى متعلم، انت بتروح بتهتم بالحيوان، بتاكله وتشربه وتاخده وتهتم بيه، فانت مش محتاج ان انت تبقى متعلم. انما دلوقتي لما التعليم انتشر بدا يبقى الشخص اللي كان بيرعى الاغنام ده متعلم، فقال لك لا انا اروح بقى لحاجه تانية يعني تكون مناسبه لتعليمي، حاجه زي الزراعه او الصناعه او التجاره، تمام. يبقى دلوقتي لما اقول ليه عدد القائمين على حرفه الراعي قل في دول وسط اسيا؟ لانتشار التعليم والاتجاه للعمل بحرف اخرى زي الصناعه والزراعه والخدمات، الصناعه والزراعه والخدمات، يبقى بسبب انتشار التعليم. يبقى قل عدد القائمين على حرفه الراعي فين وفين؟ في شبه الجزيره العربيه وبلديه الشام ودول وسط اسيا. طيب قال له ليه في شبه الجزيره العربيه وبلديه الشام؟ قال له بسبب تدفق البدو لتوطين البترول. طب ليه قال له في دول وسط اسيا؟ قال له بسبب انتشار التعليم، انتشار التعليم وايه كمان؟ انتشار التعليم والاتجاه للخدمات الاخرى زي الزراعه والصناعه والخدمات. طيب بعد كده قال لي تعد الصين اكبر الدول العالم المربيه للاغنام. اشمعنى الصين اولى الدول العالم المربيه للاغنام؟ قال لك والله من طبيعه البلد دي ان فيها حشائش، تمام، والاغنام دي محتاجه تاكل من الحشائش دي، فبالتالي اصبحت الصين اولى الدول المنتجه عشان عندها حشائش. يبقى عشان عندها حشائش بيتربى عليها الاغنام، يبقى لتوفر الحشائش التي تربى عليها الاغنام، لتوفر الحشائش التي تربى عليها الاغنام. طيب بعد كده قال لي بينتشر الراعي التجاري في الولايات المتحده الامريكيه والارجنتين واستراليا. قال لي انا عندي نوعين من الراعي، راعي بدائي وراعي تجاري، راعي بدائي وراعي تجاري، اللي قل عدد القائمين عليه في دول وسط اسيا وبلديه الشام وشبه الجزيره العربيه. هنا بقى بيقول لي راعي تجاري، تجاري علمي، يعني على اساليب حديثه متقدمه. قال لي موجود او منتشر في امريكا والارجنتين واستراليا، موجود في 3 اماكن، الولايات المتحده الامريكيه والارجنتين واستراليا. ليه؟ قال لي عشان في برضه حشائش السافانا والاستبس، وهناك بيعتمدوا على الاساليب العلميه الحديثه، دي دول متقدمه، فلما بتيجي تهتم بالحيوان زي ما قلت لك بقى
يحطوا له بقى شامبو وموسيقى وميوزك ومش عارف ومساجات وحاجات كتير جدا انت مش هتتخيلها. فدي اسمها اساليب علميه حديثه، تمام. وفي نفس الوقت في حشائش بيتربوا عليها، يعني مش بيدفعوا له فلوس على الاكل كده كده موجود، اللي هي حشائش الاستبس والايه والسافانا. يبقى بالتالي لما اقول ليه الراعي التجاري موجود في الارجنتين واستراليا والولايات المتحده الامريكيه، اقول لي توافر حشائش الاستبس والسافانا واستخدام اساليب علميه حديثه. طيب زياده معدل الاستهلاك العالمي من اللحوم الحمراء. قال لك لو جينا قارنا السنين اللي فاتت بدلوقتي هلاقي ان الطلب على اللحوم الحمراء زاد. الطلب على اللحمه اللي بنجيبها في البيت عندنا دي اسمها لحوم حمراء، الطلب عليها زاد. يعني ايه؟ قال لك والله الناس بدات ترتاح اكتر، الناس بدات تشتغل، الناس بدا يبقى معاها فلوس، فبالتالي عايزين ياكلوا لحمه. قال لك احنا مش بناكل لحمه غير مره في الاسبوع، وفي ناس مش بتاكل غير مره كل مش عارف ايه، وفي ناس بتاكل كل يوم. فاذا الطلب على اللحمه زاد بسبب ارتفاع مستوى المعيشه. هم خلاص معيشتهم بقت افضل، بقوا مرتاحين، فبداوا ياكلوا لحمه، تمام. يبقى اذا ما اقول زياده المعدل الاستهلاك العالمي للحوم لارتفاع مستوى الايه المعيشه. يعني واحد معاه فلوس ليه ما يجيبش لحمه؟ ده يبقى بخيل قوي. لا، معاك فلوس هات لحمه. طيب بعد كده قال لي تعتبر استراليا اولى دول العالم في انتاج الصوف. لو جيت بصيت على دوله استراليا دي هلاقيها اولى دول العالم في انتاج الصوف. اشمعنى يا استراليا انت عندك صوف؟ قالت والله عشان انا مشهوره بتربيه اغنام معينه اسمها المارينو، فاغنام المارينو دي الصوف بتاعها غزير جدا، فباخده وبعمل منه صوف، بس كده. يبقى استراليا عندها اغنام، الاغنام دي مشهوره جدا بالصوف، بيبقى عليها طبقه كبيره جدا من الصوف اسمها اغنام المارينو، تمام. يبقى اذا دلوقتي قال لي بسبب تربيه استراليا اغنام المارينو المشهوره بغزاره الصوف بتاعها ايه كتير جدا. طيب بعد كده قال لي تعتبر الصين اولى دول العالم في انتاج الاسماك. اسئله الاسماك مهمه جدا. لو قال لك اي دوله بتعتبر بتنتج اسماك، قول لان لها سواحل طويله. هو انا هجيب السمك منين؟ من على الساحل. الساحل ده اللي هو ايه؟ بحر، محيط، خليج، نهر، بحيره، تمام. كل الاماكن دي بجيب منها اسماك. فلما يقول لك دي الدوله دي بتنتج سمك ليه؟ قول له عشان ليها طول سواحلها على كذا وكذا وكذا، سواء بقى كان محيط، خليج، بحر، تمام. فدلوقتي بيقول لي تعتبر الصين اولى دول العالم في انتاج الاسماك ليه؟ هقول له طول سواحلها على المحيط الهادي، لان الصين بتطل على المحيط الهادي، وعندها انهار زي نهر اليانجتسي، وعندها بحيرات، وعندها مزارع سمكيه. فكل ده خلاها اولى دول العالم انتاجا للايه؟ للاسماك. يبقى لطول سواحلها على المحيط الهادي، وجود الانهار، بحيرات، مزارع سمكيه. طيب قال لك بعد كده دوله زي اندونيسيا، امريكا من اوائل الدول في انتاج الاسماك. برضو دوله اندونيسيا ودوله امريكا الولايات المتحده الامريكيه، هاجي ابص على اندونيسيا الاقيها جزر في قلب الميه، كل حياتهم كلها ميه. طب امريكا قال لي هلاقيها بتطل على محيطين، وهلاقيها جواها فيها انهار، محيط هادي ومحيط اطلنطي، وجواها عندها انهار، تمام. فقال لي برضو بينتجوا اسماك ليه؟ قال لي بسبب طول السواحل على البحار والمحيطات. خلي الاجابه دي معاك ثابته على اي سؤال للاسماك. لو قال لك ليه الدوله الفلانيه بتنتج سمك، قول له كده بسبب طول السواحل على البحار والمحيطات. لو انت عارف اسم البحر او المحيط اكتبه، مش عارف خلاص اكتبها كده. تاني حاجه قال لي تقدم وسائل الصيد. يبقى انا عندي تقدم وسائل صيد في اندونيسيا والولايات المتحده الامريكيه، تمام. وبالتالي ليهم سواحل طويله على البحار والايه والمحيطات. طيب في سؤال بيقول لك كده اهميه اصطياد الحيتان. هي الحيتان مهمه فين؟ الحيتان مهمه اصلا. قال لك بنستفيد من لحومها وشحومها. هي دي الاجابه، بنستفيد من لحومها وشحومها. يبقى الاستفاده من لحومها وشحومها. طيب بعد كده قال لي تطور حرفه صيد وتربيه الاسماك، انتشار حرفه صيد الاسماك على سواحل القارات. طيب هنا دلوقتي بيقول لي ايه اللي هيساعد على تطور حرفه صيد الاسماك؟ انا دلوقتي بنصطاد سمك من زمان جدا جدا، تمام. طيب يا ترى احنا بنصطاد سمك من زمان في حاجات ساعدتني ان انا اصطاد سمك؟ قال لي في عوامل طبيعيه بتساعدني وفي عوامل بشريه. عوامل طبيعيه من عند ربنا، وفي حاجات انا بعملها يعني مقومات او حاجات البشر بيعملوها بتسهل عليهم الصيد. طيب تعالوا نشوف المقومات الطبيعيه بيعملوا ايه. قال لي ضحاله المياه الساحليه. ضحاله يعني قله عمق، قله عمق الميه عمقها قليل، فبالتالي بقدر اجيب السمك بسهوله، دي حاجه طبيعيه. رقم 2 قال لي التقاء التيارات البحريه الدافئه والبارده. قال لي التيار البحري الدافئ بيتقابل مع التيار البحري البارد، فايه اللي بيحصل؟ قال لي ده بيخلي بقى ان الغذاء اللي في القاع بيتحرك ويطلع فوق، الاكل اللي الصيادين حطوه للسمك بيبقى تحت، فلما التيارات بتتقابل مع بعض بيؤدي لتحريك الغذاء من القاع من الاسفل للقاع.
الغذاء بيجي من تحت لفوق، فلما بيطلع فوق السمك بيطلع فوق عشان ياكله، فلما بيطلع فوق عشان ياكله بيتم اصطياد الايه؟ الاسماك. ده برضو عامل طبيعي. رقم 3 توفر الموانئ لرصف السفن. المينا اللي المكان اللي السفينه بتقف عليه برضو دي حاجه طبيعيه. المينا دي بيبقى جاي من كثره تعريج السواحل، لما السواحل تبقى فيها تعريج متعرجه بتخلي ان السفينه تقف وبالتالي ينزلوا ايه؟ يصطادوا. يبقى اذا العوامل الطبيعيه اللي ساعدت على صيد الاسماك 3 ايه هم؟ رقم 1 قال لي ضحاله المياه الساحليه، ضحاله المياه الساحليه، ضحاله المياه الساحليه يعني قله العمق. رقم 2 التقاء التيارات البحريه الدافئه مع البارده، التقاء التيارات البحريه الدافئه مع البارده، فده بيؤدي الى ايه؟ ما انا عاوزه افهم تحريك الغذاء من الاسفل الى القاع، تمام، وبالتالي بالتالي بيتم الايه؟ الصيد. اخر حاجه او ثالث حاجه بيقول لي توافر الموانئ لرسو السفن. طيب دي عوامل طبيعيه. طب العوامل البشريه بقى، قال لي اول حاجه توفر الخبرات الفنيه والعلميه في تطوير وصناعه المراكب وادوات الصيد. قال لي في خبره بقى، في خبره علميه وفنيه هنا. انت دلوقتي درست كويس كصيادين ازاي نصطاد سمك، فبقى عندك خبره فنيه وعلميه فين؟ قال لي في صناعه المراكب وادوات الصيد والثلاجات. في صناعه المراكب وادوات الصيد والثلاجات، ما انا ممكن اصطاد كميه كبيره جدا بس السمك يموت مني، فانا لازم يبقى عندي خبره كبيره جدا في المركب نفسها اللي نازله، في المكان اللي هحط فيه السمك، في الثلاجات نفسها، تمام. وقال لي طبعا التوسع في تربيه الاسماك على اسس علميه حديثه، لازم يبقى فيه اسلوب علمي حديث، ولازم يبقى فيه خبره فنيه وعلميه. يبقى اذا المقومات البشريه توفر الخبرات العلميه والفنيه في تطوير صناعه المراكب، ادوات الصيد، قال لي توفر الموانئ الثلاجات، التوسع في تربيه الاسماك على اسس علميه حديثه. طيب بعد كده قال لي ايه؟ قال لي توطن صناعه الالومنيوم في الدول المتقدمه. فاكرين صناعه الالومنيوم؟ طب فاكرين المعدن الاساسي لصناعه الالومنيوم او الخام الرئيسي لمعدن الالومنيوم كان ايه؟ البوكسايت. البوكسايت ده الماده الخام اللي بناخده نعمل منه الومنيوم. البوكسايت ده الماده الخام اللي باخده اعمل منه الومنيوم. قال لك بقى صناعه الالومنيوم دي موجوده في الدول المتقدمه بس. صناعه الالومنيوم موجوده في الدول الايه؟ المتقدمه بس. ازاي؟ قال لك حتى كمان بتقوم الدول الناميه بتصدير البوكسايت للدول المتقدمه. تاني، دوله ناميه يعني دوله مش حديثه بتنتج بوكسايت، بتاخده تعمل بيه ايه؟ تحوله الالومنيوم؟ لا، بتاخده بمنتهى السهوله كده تصدره خام. اتفضلي. زي موريتانيا والحديد برضو بتصدره خام. اتفضلي. ليه؟ عشان مش عارفه تعمل بيه حاجه، ما عندهاش مقومات صناعته. بس كده. مين اللي عندها مقومات صناعته؟ الدول المتقدمه. فهنا بيقول لي بقى ليه صناعه الالومنيوم موجوده في الدول المتقدمه؟ قال لي والله بسبب توافر مقومات صناعه الالومنيوم. بسبب توافر مقومات صناعه الايه؟ الالومنيوم. موجوده فين؟ قال لي موجوده في الدول المتقدمه. تاني، بسبب توافر مقومات صناعه الالومنيوم في الدول المتقدمه. طب انت يا الومنيوم محتاج ايه؟ محتاج ايه؟ قال والله انا محتاج 3 حاجات. محتاج 3 حاجات. اول حاجه محتاج طاقه كهربائيه، خبره علميه وفنيه متطوره، سوق خارجيه تستوعب الانتاج. تاني، محتاج ايه الومنيوم؟ طاقه كهربائيه، خبره علميه وفنيه متطوره، سوق خارجيه تستوعب الانتاج. يا دول يا نامي عندكم الكلام ده؟ قالوا لا ما عندناش. يبقى الحاجات دي هتروح للدول مين؟ المتقدمه. يبقى اذا قال لي توافر مقومات صناعه الالومنيوم من طاقه كهربائيه، خبره علميه وفنيه متطوره، سوق محليه وخارجيه تستوعب الانتاج. هل عندك السوق الكافي ان انا اقدر ابيع فيه؟ لا ما عنديش سوق. طب هل عندك طاقه كهربائيه؟ عندي. طب هل عندك خبره علميه وفنيه متطوره؟ ما عنديش. طب خلاص بقى ادي كل حاجه لمين؟ لخبازه. ادي العيش لخبازه بقى زي ما بيقولوا. هتاخد الالومنيوم او البوكسايت تصدره للدول المتقدمه عشان تعمل منه الومنيوم. طيب بعد كده قال لي التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كمصدر للطاقه. احنا السؤال ده جميل ولذيذ جدا. ليه بنروح للغاز الطبيعي كمصدر للطاقه؟ قال لي عشان هو اقل تلويثا للبيئه، رخيص الثمن، سهل النقل. اقل تلويثا للبيئه، رخيص الثمن، سهل النقل. ده مين؟ الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي من مصادر الطاقه، من مصادر الطاقه. طيب بعد كده اهميه الغاز الطبيعي ايه؟ قال لي بستخدمه في الصناعه والاغراض المنزليه، توليد الكهرباء، وقود بديل للبنزين. تاني، بستخدم الغاز الطبيعي في ايه؟ الغاز الطبيعي بستخدمه في البيت، يبقى استخدامات منزليه. بستخدمه في الصناعه، بستخدمه في توليد الكهرباء، بستخدمه كوقود بديل للبنزين، لان حاليا في عربيات كتير جدا ماشيه بالغاز الطبيعي بدل من البنزين. تمام؟ طيب بعد كده قال لي اهميه البترول كمصدر للطاقه، والسؤال ده مهم. ليه البترول مهم كمصدر للطاقه؟ قال لي بقى ده مرتبط بالتنميه. مرتبط بايه؟ بالتنميه.
مرتبط بايه؟ بالتنميه. مين المرتبط بالتنميه؟ قال لي البترول. ازاي؟ قال لي مرتبط بالتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والعلاقات السياسيه، وهو والغاز الطبيعي مع بعض بيمثلوا 55% من الطاقه المستخدمه في العالم. تاني، ايه اهميه البترول؟ قال لي بيرتبط بالتنميه الاقتصاديه والتنميه الاجتماعيه والعلاقات السياسيه. يرتبط بالتنميه الاقتصاديه والتنميه الاجتماعيه والعلاقات السياسيه. البترول بيرتبط بالتنميه الاقتصاديه والتنميه الاجتماعيه والعلاقات السياسيه، وبيشكل مع الغاز الطبيعي 55% من اجمالي الطاقه المستخدمه في العالم. طيب، قال لك دلوقتي لو جيت بصيت على اغلب الدول الصناعيه في العالم هتلاقيها دول متقدمه. فالدول المتقدمه في العالم هي دول صناعيه في المقام الاول. كل الدول المتقدمه دول صناعيه، وكل الدول الصناعيه متقدمه. تمام؟ فاذا قال لي هنا تطور الصناعه تطورا مذهلا في الدول المتقدمه. ليه الصناعه متطوره جدا قوي 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 في الدول المتقدمه؟ قال لي لانها اخذت بالاساليب العلميه. دي بقى واحده دارسه كويس وماشيه باساليب علميه حديثه وتجارب وابحاث علميه. تمام؟ فبالتالي هي عارفه بتعمل ايه، مش ماشيه بالبركه. هي عندها دراسه ماشيه عليها، وعندها خطه ماشيه عليها، وعندها منهج ماشيه عليه. تمام؟ يبقى قال لي لانها اخذت بالاساليب العلميه وتطبيق الابحاث والتجارب العلميه تطوير وتحديث المنتجات الصناعيه بشكل مستمر. يعني مش معنى ان هي بتصنع حاجه بتفضل تصنعها بنفس الشكل بنفس اللون بنفس الطريقه، لا، بتطور دايما من نفسها باستمرار. وده سبب نجاح اي حد، انه بيطور من نفسه ما بيقفش مكانه. تمام؟ يبقى دلوقتي تطور الصناعه تطورا مذهلا في الدول المتقدمه، اقول لانها اخذت بالاساليب العلميه في تطبيق الابحاث والتجارب العلميه تطوير وتحديث المنتجات الصناعيه بشكل مستمر. تاني، ليه الدول الصناعيه تطورت فيها الصناعه تطورا مذهلا؟ هقول لها لان اخذه بالاساليب العلميه تطبيق وتبحيث تطبيق الابحاث والتجارب العلميه تطوير وتحديث المنتجات الصناعيه بشكل مستمر. طيب، بعد كده قال لي لو جيت بصيت على الاقاليم الصناعيه في العالم هلاقي ان اكبر الاقاليم الصناعيه في العالم هو اقليم لسه قايلاه شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه. اقليم اسمه ايه؟ شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه. طب ده ليه كبير؟ قال عشان في كل انواع الصناعه. عشان في ايه؟ كل انواع الصناعه. يبقى لتوافر كل مقومات الصناعه. كل مقومات الصناعه موجوده هناك في الاقليم ده. فليه ما يصنعش؟ عنده الايدي العامله وعنده التكنولوجيا وعنده الفلوس وعنده الماده الخام وعنده. فليه ما يصنعش؟ تمام؟ وعنده السوق كمان. فاذا لما يقول لي من اكبر الاقاليم الصناعيه في العالم اقليم شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه. طب الاقليم ده ليه كبير قوي كده؟ قال لي توافر كل مقومات الصناعه. طيب، اسئله ما النتائج المترتبه على اللي احنا قلنا نقدر نعكسها من اسئله بما تفسر، فاكرين؟ هنلاقيها هي تاني. فلما يقول لي ما النتائج المترتبه على صغر مساحه الحقول الزراعيه في مناطق الزراعه الكثيفه. المساحه صغيره في الزراعه الكثيفه، فبالتالي قال لي ادى الى صعوبه استخدام الالات والميكنه الزراعيه. صعوبه استخدام الالات والميكنه الزراعيه، مش عارفه استخدم اله وميكنه زراعيه لان المساحه صغيره. طيب، بعد كده قال لي استخدام الطرق العلميه في الزراعه التجاريه والعلميه. ليه؟ او ايه النتائج المترتبه لما استخدم طرق علميه في الزراعه التجاريه والعلميه؟ قال لي ادى الى قله التكاليف وقله العماله الزراعيه، وده لسه قايلاه، قله التكاليف وقله العماله الزراعيه. وقوع قاره اسيا في نطاق الاقليم المداري والاستوائي بالنسبه للانتاج الزراعي. قال لي قاره اسيا موجوده في نطاق الاقليم المداري والاستوائي. الاقليم المداري والاستوائي. طيب، ده اثر عليها ازاي في الزراعه بقى؟ قال لي اصبحت تجود بها زراعه قصب السكر والقطن وانتشار زراعه المطاط. تاني، دلوقتي قال لي قاره اسيا دي موجوده في نطاق الاقليم المداري والاستوائي. المداري والاستوائي في محاصيل مداريه ومحاصيل استوائيه. فاذا قال لي قصب السكر والقطن هنا يعتبر مداري. طيب، وانتشار زراعه المطاط يعتبر استوائي. فاذا اصبحت تجود بها ثلاث حاجات: زراعه قصب السكر، وقلنا المطاط، وقلنا الايه؟ القطن. طيب، رقم 4 انتشار التعليم بين قبائل دول وسط اسيا. فاكرين لما انتشر التعليم عند الناس بتوع وسط اسيا ادى الى اتجاههم ايه، او ادى الى ايه؟ قله عدد العاملين في حرفه الرعي البدائي بدول وسط اسيا. فلما يقول لي بما تفسر قله عدد العاملين في حرفه الرعي البدائي بدول وسط اسيا، اقول بسبب انتشار التعليم واتجاههم للعمل بالايه؟ بالزراعه والصناعه والخدمات. طيب، توافر الحشائش في الصين. قلنا الصين عندها حشائش، فده خلاها من اكبر دول العالم تربيه للاغنام واكبر دول العالم في انتاج اللحوم. تمام؟ طيب، تدفق البدو وتوطين البترول في شبه الجزيره العربيه وباديه الشام ادى الى قله عدد العاملين في حرفه الرعي البدائي. نفس الاجابه.
قله عدد العاملين وقله عدد العاملين في حرفه الراعي البدائي وحرفه الراعي البدائي. طيب قال لك مفيش طاقه كهربائيه وخبره فنيه في الدول الناميه المنتجه للبوكسايت، فادى الى ايه؟ بيصدروا البوكسايت، يبقى ادى الى تصدير البوكسايت للدول المتقدمه. تصدير البوكسايت للدول المتقدمه. طيب زياده الطلب على البترول وتعدد استخداماته، هنا دلوقتي قال لك في زياده طلب على منتج معين، لما الناس بتطلبه كتير قوي بيغلى، طب لما محدش بيعبره بتلاقيه رخيص، فده اللي بيحصل، في زياده طلب كبيره جدا على البترول. فاذا هنا عندي في زياده طلب على البترول بشكل مستمر، وده ادى لارتفاع سعره بشكل مستمر، لان احنا اتفقنا ان اي منتج بيبقى عليه طلب بزياده فسعره بايه؟ سعره بيرتفع. اذا لما يقول لي ما النتائج المترتبه على زياده الطلب على البترول وتعدد استخداماته، هقول له ايه؟ ادى لارتفاع اسعاره بشكل مستمر. طيب رقم 9، توافر مقاومات الصناعه في شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه. قال لي دلوقتي لو من اكبر الاقاليم الصناعيه اللي موجوده، قال لي اقليم شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه. طيب الاقليم ده قال لي من اكبر الاقاليم الصناعيه، ليه؟ او لا، ده هنا بقى ما النتائج ده ادى الى ايه؟ قال لي ادى لجعله من اكبر الاقاليم الصناعيه في العالم. من اكبر الاقاليم الصناعيه في العالم. فلما يقول لي بما تفسر هو ليه من اكبر الاقاليم الصناعيه، اقول له يا عم والله علشان متوافر فيه مقاومات الصناعه. تمام؟ طيب بعد كده قال لي الوحده الاقتصاديه الاوروبيه. الوحده الاقتصاديه الاوروبيه يعني ايه؟ قال لي دلوقتي الدول اوروبا عملوا مع بعض حاجه اسمها وحده اقتصاديه، يعني شالوا الجمارك وحرروا التجاره، تبادل السلع والمنتجات، تمام؟ تحرير انتقال العماله وراس المال وكل حاجه. طب ده عمل ايه؟ ما النتائج المترتبه على الوحده الاقتصاديه الاوروبيه؟ قال لي ادى للتكامل. التكامل بيكملوا بعض في كل الجوانب الاقتصاديه وحمايتها وتدعيمها جمركيا من جانب الاتحاد الاوروبي. تاني لما اقول الوحده الاقتصاديه الاوروبيه ادت الى التكامل، التكامل يعني ايه؟ دول اوروبا كلهم بيكملوا بعض، لو في منتج ناقص في اي دوله الدوله الثانيه بتديها لهم. طب المنتج ده لما بيدخل الدوله الثانيه بيدخل من غير جمارك، يعني الدوله مش بتدفع عليه فلوس زياده. تمام؟ وتدعيمها جمركيا من جانب هيئه اسمها الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي. طيب تعالوا بسرعه نشوف الاقاليم الصناعيه الموجوده في العالم. انا عندي كام اقليم صناعي موجود في العالم؟ قال لي عندي 4 اقاليم. 1 2 3 4. طب الرقم 5 ده يا مس ايه؟ اقول لكم رقم 5 ده مش اقليم، دي مراكز صناعيه جديده. تمام؟ فقال لي اول اقليم اقليم غرب ووسط اوروبا. اقليم اسمه كده غرب ووسط اوروبا. غرب ووسط اوروبا ضامن دول مين؟ غرب ووسط اوروبا، اللي هي زي دول ايه بقى؟ بريطانيا فرنسا المانيا. يبقى بريطانيا وفرنسا والمانيا دي دول غرب ووسط اوروبا اللي عاملين مع بعض الوحده الاقتصاديه اللي هو الايه؟ الاتحاد الاوروبي. رقم 2 اقليم شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه، ده اللي اتكلمنا عنه. تمام؟ وده من اكبر الاقاليم الصناعيه في العالم. ده طبعا واخد البحيرات العظمى وبيتكامل مع المناطق الصناعيه في كندا. هنا بقى الاقليم ده موجود فيه حاجات كتير، موجود فيه صناعات بسيطه وصناعات ثقيله. صناعات الالكترونيات والسيارات والطائرات والمعدات الثقيله والصناعات الغذائيه والمنسوجات والنسيجيه، كل ده موجود فين؟ في الاقليم ده. طب الاقليم الثالث اسمه اقليم روسيا واوكرانيا. اقليم روسيا واوكرانيا. اقليم روسيا واوكرانيا، فاكرينه؟ قال لي هنا الاقليم ده يبدو في مناطق متباعده، يبدو في مناطق متباعده، اللي هو اقليم مين؟ روسيا واوكرانيا، مش جنب بعض. فقال لي هو ضامن مين؟ قال لي ضامن مدينه موسكو وما حولها واقليم الاورال. موسكو وما حولها، الاماكن اللي حواليها، واقليم جبال الاورال او الاورال على طول. طيب بعد كده قال لي اقليم شرق اسيا. في اقليم في شرق اسيا في الشرق، قال لي ده واخد جزيره اسمها هنشو باليابان، واخد كوريا، واخد مناطق صناعيه عديده بالصين. يبقى واخد اماكن من اليابان وكوريا والصين. اليابان وكوريا والصين. اليابان وكوريا والصين. فين في اليابان؟ جزيره اسمها هنشو. جزيره اسمها ايه؟ هنشو في اليابان. عندي مناطق عديده في الصين وعندي كوريا. طيب المراكز الصناعيه الجديده بقى، المراكز الصناعيه الحديثه موجوده في اسيا، وموجوده كمان في امريكا الشماليه، وموجوده في استراليا، وموجوده في امريكا الجنوبيه، وموجوده في افريقيا. طيب المناطق الصناعيه اللي موجوده دلوقتي في اسيا، فين في اسيا؟ قال لي والله دول جنوب شرق اسيا. في فرق ما بين دول جنوب شرق اسيا ودول شرق اسيا. دول شرق اسيا ده اقليم، طب دول جنوب شرق اسيا تحت شويه. قال لي دي اللي هي الهند وماليزيا وسنغافوره وتايلاند، تمام، واندونيسيا. فقال لي دي شامله مين بقى؟ ماليزيا، سنغافوره، اندونيسيا، تايلاند. ماليزيا، سنغافوره، اندونيسيا، تايلاند. طيب قال لي كمان في اسيا هلاقي دول الخليج العربي اللي عندها صناعات بتروليه. دول الخليج العربي اللي عندها صناعات ايه؟ بتروليه. قال لي كمان عندي الاوقيانوسيه في استراليا. الاوقيانوسيه في استراليا. وقال لي امريكا الشماليه فيها كندا والمكسيك. كندا والمكسيك دي اماكن صناعيه حديثه حديثه. تمام؟ قال لي كمان عندي امريكا الجنوبيه فيها البرازيل والارجنتين وشيلي.
3 دول في قاره امريكا الجنوبيه، البرازيل والارجنتين وشيلي. فاكرين شيلي قلنا هي عندها ايه؟ نحاس. تمام. طب فاكرين البرازيل كان موجود فيها ايه؟ حديد. تمام. طيب عندي افريقيا، قال لي مصر وجنوب افريقيا. في افريقيا هما الاثنين برضو مناطق صناعيه جديده. يبقى ما يقول لي مناطق صناعيه حديثه توجد بقاره افريقيا، هقول مصر وجنوب افريقيا. مناطق صناعيه جديده موجوده في قاره امريكا الجنوبيه، هقول البرازيل والارجنتين وشيلي. طيب بعد كده قال لي ماذا يحدث اذا انتجت مصر الكهرباء من الامواج وحركه المد والجزر؟ ايه اللي هيحصل لو مصر جابت لي كهرباء من حركه الامواج وحركه المد والجزر؟ من الاخر ميه. يبقى ايه؟ انا بعتمد دلوقتي على الطاقه بتاعتي من الميه. هي الميه بتخلص؟ او الميه مورد ممكن ان هو يلوث البيئه؟ قال لي لا. يبقى انا كده دلوقتي قللت التلوث، وبالتالي مصر هتكتفي من الطاقه. يبقى بالتالي هنا التلوث قل، لان اعتمدت على مصدر متجدد مش بيلوث البيئه. تمام. وكمان مصر هتكتفي من الطاقه. طيب رقم 2، لم يتركز انتاج البترول في دول الخليج العربي. لو انتاج البترول ما كانش في دول الخليج العربي، قال لي المناطق دي مش هتصبح مناطق صناعيه حديثه، وهيقل بيها الدخل القومي، لان المناطق دي اصلا بتعتمد، او الصناعه اللي قائمه عليها صناعات بتروليه. فلو ما فيش بترول مش هتبقى من المناطق الصناعيه الجديده. تمام. وبالتالي هيقل فيها الدخل الايه؟ القومي، لان البترول هو اللي عامل لهم قيمه. توفرت مصادر الطاقه لدى الدول المنتجه للبوكسايت. لو في مصادر طاقه في الدول اللي عندها بوكسايت، لو الدول اللي عندها بوكسايت عندها طاقه كهربائيه وخبره علميه وفنيه متطوره وسوق خارجيه ومحليه تستوعب الانتاج، هيصدروا؟ لا طبعا، ده يبقوا عبط قوي. فبالتالي قال لي ده هيعمل ايه؟ قال لي هتقوم بتصنيع الالومنيوم بدلا من تصدير البوكسايت. هتقوم بتصنيع الالومنيوم بدلا من تصدير البوكسايت خام. تمام. طيب بعد كده قال لي لو مصر اتبعت نظام الزراعه الواسعه في الصحراء الغربيه وشبه جزيره سيناء. دي حاجه جميله جدا. لو احنا عملنا نظام زراعه واسعه في الصحراء الغربيه اللي عندنا اللي فاضيه وشبه جزيره سيناء اللي فاضيه، ايه اللي هيحصل؟ قال لي انتاج مصر هيبقى انتاج تجاري ضخم، وهنصدر بقى لبره ونكسب فلوس كتير ودخل الدوله يزيد. فقال لي هنا، قال لي سوف تنتج مصر انتاجا زراعيا تجاري ضخما، وتقل وعدد العمال هيقل. تمام. والتكاليف هتقل، ومصر هتكتفي من المحاصيل الزراعيه. مصر هتكتفي من المحاصيل الايه؟ الزراعيه، لان الزراعه التجاريه والعلميه ما بتعتمدش ان هي تشغل ناس كتير، هي بتعتمد على قله التكاليف والعماله الزراعيه. تمام. طيب ما العلاقه بين ضحاله المياه الساحليه وصيد الاسماك؟ ضحاله يعني قله عمق، ضحاله يعني قله عمق. طيب هل في علاقه ما بين قله عمق الميه وصيد الاسماك؟ قال لي والله ضحاله المياه الساحليه من المقومات الطبيعيه لصيد الاسماك. تاني، ضحاله المياه الساحليه من المقومات الطبيعيه لصيد الاسماك، وبتساعد على صيد الاسماك. رقم 2، ما العلاقه بين البوكسايت والالومنيوم؟ سؤال لذيذ جدا. ايه العلاقه بين البوكسايت والالومنيوم؟ قال لي والله ان البوكسايت ده الخام الرئيسي لصناعه الالومنيوم، هو الخام الرئيسي لصناعه مين؟ الالومنيوم. طيب بعد كده قال لي البترول والغاز الطبيعي ايه علاقتهم ببعض؟ قال لي ان البترول والغاز الطبيعي مع بعض بيمثلوا 55% من الطاقه المستخدمه في العالم. طيب الانتاج الحيواني والصناعي ايه علاقتهم ببعض؟ قال لي والله الانتاج الحيواني والصناعي ان في كتير من المنتجات الحيوانيه بتدخل في الصناعه. في كتير من المنتجات الحيوانيه بتدخل في الصناعه، زي مثلا انا باخد من الحيوانات دي مثلا الالبان، اللبن، واعمل منه زبده وقشطه وجبنه ومش عارف ايه وحاجات كتير. باخد من الحيوان ده الاصواف وادخله في مصانع، باخد من الحيوان ده الجلود وادخله في مصانع. يبقى اذا قال لي بتدخل في الكثير من المنتجات الحيوانيه، زي الاصواف اللي بتدخل في صناعه نسيج الصوف، والجلود تدخل في صناعه دبغ الجلود. تمام. دي العلاقه ما بينهم. طيب في علاقه ما بين المطاط الطبيعي والسيارات؟ هقول طبعا، لان المطاط الطبيعي يستخدم في صناعه اطارات السيارات. صناعه ايه؟ اطارات السيارات. طيب بعد كده قال لي، طبعا الكلام ده كله قلناه، اثبت بالادله او دلل جغرافيا معظم الدول المنتجه للالومنيوم ليست هي المنتجه للبوكسايت. نفس السؤال، هقول لان الدول المنتجه تصدير البوكسايت من الدول الناميه للدول المتقدمه. الدول الناميه بتصدر البوكسايت للدول المتقدمه، فعشان في مقاومات صناعه الالومنيوم. فاكبر الدول المصنعه للالومنيوم هي الولايات المتحده الامريكيه. اكبر الدول المصنعه للالومنيوم هي امريكا، رغم قله انتاجها من البوكسايت. في سؤال مهم، هناك عمليات بتسبق التعدين، دلل. في فعلا عمليات قبل التعدين؟ يعني في خطوه بناخدها قبل ما نحفر الارض كده ونطلع المعدن؟ قال لي طبعا. العمليات دي زي ايه بقى؟ قال لي اول حاجه البحث والكشف عن الخامات، انا هدور اصلا انا عندي خامات ولا لا. رقم 2، اعداد المنجم لعمليه التعدين، انا هشوف بقى المنجم اللي عندي اللي هطلع منه المعادن، هبتدي بقى اشوف بقى
هعمل مساكن للعاملين، هعمل سكه حديد، همد لهم خطوط النقل والمواصلات. تمام. يبقى قال لي زي انشاء الطرق، السكك الحديديه، بناء مساكن للعاملين. وانا هروح احفر واطلع في يوم وليله؟ لا، ده انت هتاسس شركه بقى ومكان وعمال ومهندسين وليله كبيره جدا. فاذا في عمليات بتسبق التعدين، ايه هما؟ قال لي اول حاجه البحث والكشف عن الخامات، اعداد المنجم لعمليه التعدين زي انشاء الطرق، سكك حديديه، بناء مساكن للعاملين. طيب توسع العالم في استخدام الغاز الطبيعي، طبعا قلنا عشان هو مش بيلوث البيئه، واستخدامات منزليه، وقود للسيارات بدلا من البنزين، الحد من التلوث، توليد طاقه كهربائيه. طيب طبعا عندي مقاومات طبيعيه ومقاومات بشريه. طيب تعالوا نشوف الراعي البدائي والراعي التجاري. الراعي البدائي والراعي التجاري، يعني ايه راعي بدائي ويعني ايه راعي تجاري؟ قال لي الراعي البدائي ده راعي تقليدي. يعني ايه تقليدي؟ يعني والله راعي بيمارسوا جماعات سكانيه في المناطق الصحراويه، يعني شويه ناس بيروحوا يقعدوا في الصحراء وبيهتموا بالايه؟ بالحيوانات في مساحات واسعه بالدول الناميه، مساحات كبيره جدا في الدول الايه؟ الناميه. طيب بيتركز فين؟ قال لي مناطق انتشاره في الصحراء الحاره في شبه الجزيره العربيه وباديه الشام وشمال افريقيا ودول وسط اسيا وصحراء التندرا البارده في اسيا واوروبا. تاني، يبقى الراعي البدائي ده راعي عادي جدا، الناس بيروحوا للصحراء وبيهتموا بالحيوانات. يبقى قال لي راعي يمارسه جماعات سكانيه في المناطق الصحراويه في مساحات واسعه بالدول الناميه. موجود فين؟ قال لي في الصحاري الحاره شبه الجزيره العربيه، باديه الشام، شمال افريقيا، دول وسط اسيا، صحراء التندرا البارده، اسيا وايه؟ واوروبا. طيب الراعي التجاري بقى، قال لي هنا راعي بيمارس في مناطق الحشائش، مش في الصحراء بقى. الراعي التجاري هنا في مناطق الحشائش بيعتمد على الاساليب العلميه الحديثه والتخصص في الايه؟ في الحيوان، حيوان المرعى نفسه بيبقى فيه تخصص. زي برضو الزراعه التجاريه والعلميه، تخصص في الانتاج، هو نوع واحد بس من المحصول بيزرعوه. وبرضو هنا عندي في الراعي التجاري نوع واحد بس بيتم زراعته. يبقى راعي يمارس في مناطق الحشائش وبيعتمد على الاساليب العلميه الحديثه والتخصص في حيوان الايه؟ المرعى. طيب بيتركز فين بقى؟ موجود فين؟ قال لي والله في مناطق حشائش الاستبس في امريكا الشماليه، واسمها البراري بالولايات المتحده الامريكيه. اسمها البراري في الولايات المتحده الامريكيه. موجود في امريكا الجنوبيه بالارجنتين، وموجود عندي في اوروبا، وفي نطاق حشائش السافانا. يبقى هنا دلوقتي الراعي التجاري موجود فين؟ حشائش الاستبس والسافانا. تمام. موجود في امريكا في الولايات المتحده الامريكيه باسم البراري، حشائش البراري. وموجود كمان في الارجنتين بامريكا الجنوبيه، وموجود في اوروبا. تمام. طيب مش حابه اكتر عليكم الفيديو اكتر من كده. انا حاولت على قد ما اقدر اجمع لكم اكتر الاسئله اللي بتتلخبطوا فيها واكتر الحاجات المهمه. وان شاء الله لو لينا فرصه تانية ان احنا نتقابل وفي فيديو تاني نتقابل، فمش هتاخر عنكم اعمل لكم فيديو كمان. وان شاء الله كلكم تحققوا كل اللي نفسكم فيه وتجيبوا درجه كويسه. ولو انت شايف ان انت استفدت من الفيديو ده، شيره في كل الجروبات، ابعته لزمايلك كتير عشان يستفادوا. وان شاء الله اشوفكم قريب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.